العسكري بليد للأذى فطن، كأن إبليس للطغيان رباه. يحمي اللصوص به بعض عورتهم، فإن تخلى عن بابهم تاهوا. يرمي الرصاص على الأطفال مبتهجا، ويرتمي ليقبل رجل مولاه. أجمل وصف للأنظمة العسكرية أنشده الشاعر اليمني الشهيد محمد محمود الزبيري في القرن الماضي. لماذا مع ذلك ما زال بعض المغفلين في بلادنا يحتمون ويستظلون بحكم العسكر؟ هل ثارت الشعوب العربية كي تستبدل حذاء عسكريا بآخر؟ ألم يكن العسكر وراء كل كوارثنا ونكباتنا؟ فلماذا ظاهروا وكأنهم المخلصون بعد أحداث الربيع العربي؟ أليس شعار الأمن والاستقرار الذي يرفعونه كذبة كبرى؟ هل حقق حكم العسكر لبلادنا إلا استقرار الجهل والفقر والقمع والتخلف؟ أليسوا المؤسسة الوحيدة التي ظلت صامدة لأن الاستعمار أرادها وكيلا له بعد خروجه من أوطاننا؟